لو بتحتاروا دايما في الفطار او العشاء واللانش بوكس او السناك، انا هدى بشارك معاكم كل اسبوع شوية تحضيرات نحطها في التلاجة تنفعنا جدا في الفطار واللانش بوكس. يلا بينا نبدأ. اول حاجة الجبنة القريش، حطيت عليها معلقة من بذور الشيا ومعلقة من القرفة ورشة ملح وفلفل اسود. بجد الساندوتش ده رايق جدا. واحط كمان شوية من الحليب واقلبهم كده مع بعض، على الوش شوية من المكسرات. بديل المكسرات ان احنا نستخدم حمص مسلوق نحطه في الفرن لحد ما يبقى كريسبي. قدمته كده مع توست، بجد طعمه رهيب. تاني حاجة جبنة قريش حلوة. الجبنة القريش من الحاجات اللي ملهاش طعم قوي، عشان كده ممكن نعملها حلو وحادق. حطيت نص كوبايه من الجبنه القريش، شويه زبيب ومعلقه كبيره من العسل ورشه قرفه ومعلقه كده من الحليب وشويه من المكسرات. ممكن نستخدم زبيب او جوز هند وشويه من الفاكهه. انا استخدمت رمان، وكمان ينفع ان احنا نستخدم موز. كده عملت الجبنه القريش حلو وحادق. نحطهم كده في علبه في التلاجة، احفظهم في التلاجة بيفضلوا فريش لحد اسبوع. قدمت الجبنه القريش الحلوه مع رشه كده من العسل والقرفه، بجد خطيره. الحاجة اللي بعد كده هعمل اوفر نايت اوتس بالتفاح والعسل والقرفة. حطيت كده التفاح مع العسل والقرفة وربع كوباية مية على نار هادية لحد ما يتكرمل خالص. بياخد تقريبا ربع ساعة لحد ما يوصل للشكل ده. وطريقة الشوفان بالظبط هتلاقوها في اول فيديو تحضيرات شاركته معاكم. حطيت كده التفاح على الوش، بجد طعمه رهيب. ممكن ناخده كده على كسناك بين الوجبات، ونحط على الوش كده شوية من الجرانولا، بيبقى طعمها لذيذ وكمان صحي. تاني حاجة سلطة الاسبوع، قطعت كده تفاح، عصرت عليه عصير ليمون عشان لونه ما يغيرش، وشويه من الجبنه القريش، وشويه كده من الخس والجرجير، وشويه من البنجر المسلوق، وشويه تمر ومكسرات حسب الرغبه. وقدمت معاه دريسنج عباره عن خل وعسل وقرفه. والحاجه الحلوه بتاعه الاسبوع ده اكواب كوكيز بالشوكولاته. حطيت كوبايه من الشوفان، معلقتين كبار من الكاكاو الخام، واحط كوبايه من التمر تقريبا 200 جرام، واحط رشه من الفانيليا، رشه كويسه كده من نسكافيه او اي قهوه سريعه الذوبان، رشه من الملح، معلقه كده من زبده الفول السوداني. دي بعملها في البيت من غير اي اضافات خالص وممكن نستغنى عنها. وبعدين هجيب صينيه الكب كيك، هحط فيها الورق كده، هشكل العجينه دي ل8 كرات، هضغط عليها كده في النص عشان تاخد شكل الكوب. انا عايزاها من جوه تبقى مفرغه كده عشان احشيها. وسويت الجوانب كده كويس، وبعدين تدخل فرن درجه حراره 180 لمده ربع ساعه. وده شكلها كده بعد ما خرجت من الفرن. كل ما بنسيبها في الفرن وقت اطول كل ما بتبقى كريسبي اكتر. حشيتها في النص هيلثي سبريد شوكولاته عاملاها في البيت بالتمر والكاكاو، او ممكن نستخدم شوكولاته دارك نسيحها بس تكون اكتر من 85% عشان تكون صحيه. وعلى الوش كده حطيت شويه من الرمان او اي فاكهه. ننقلها كده في علبه التلاجة تقعد معانا لحد اسبوع. ناخد في اليوم منها قطعه واحده بس مش كتير، عشان هي فيها تمر برضو، بتبقى رهيبه كده مع القهوه. يعني بجد سناك لذيذ جدا. ودي كده الافكار بتاعه الاسبوع ده. ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام، بشارك معاكم هناك فطاري كل يوم. ولو عجبتكم الافكار ما تنسوش تعملوا لي فولو وانجوي.